من سلسلة أيهما أفضل اللي ناس كتير بتستناها، هكلمك عن عربيتين أصحاب شعبية كبيرة في سوق السيارات، واللي حققوا مبيعات قوية جدا من وقت إصدارهم لحد النهاردة، وهما الشاهين واللادا 2107. فكالعادة أول مقارنة هتكون في الاقتصادية. فأول حاجة ومن ناحية استهلاك البنزين، وده بالأرقام، فالعربيتين يتميزوا من ناحية استهلاك البنزين عن عربيات تانية كتير من نفس الفئة. فبالنسبة للشاهين بتستهلك بمعدل من 7 ل 11 لتر كل 100 كيلو، أما اللادا 2107 فبيكون بمعدل من 7 ل 9 لتر لكل 100 كيلو. وطبعا معدلات الاستهلاك بتكون على حسب عوامل كتير، منها الوزن واسلوب السواقه ولو في اعطال او غيره. اما بقى بالنسبه لتكليف الصيانه وقطع الغيار، فصيانتهم سهله وما بتصرفش كتير، وتقريبا في معدل متقارب جدا من بعض. ونفس نظام قطع الغيار، فسعر قطع غيار الاثنين في المتوسط ومقبول جدا. وبكده تتفوق اللادا في الاقتصاديه نتيجه للاستهلاك ب 8 من 10، اما الشاهين 7. حجم الشاهين بيتفوق بشكل واضح عن اللادا 2107، خاصة في مساحات التخزين واللي بتكون في الشنطة الخلفية. لكن وبرغم كده إلا إن ده ما أثرش بشكل كبير في المساحة الداخلية لللادا، وده لأنها بتستوعب 4 أفراد بشكل معقول. لكن المشكلة فيها بتكون في مساحة الشنطة الخلفية، فتحسها قريبة شوية من ال 28. فالتقييم هيجي في صالح الشاهين 8 من 10 واللادا 7. تصميم الاتنين تقليدي جدا وبيفتقد للعصرية، ومن رأيي ممكن يكون أسوأ حاجة فيهم. لكن لو هنتكلم عن الأفضل في التصميم وأجملهم، فمن رأيي الشاهين تتفوق على اللادا، خاصة وإنها بتقبل تعديل بشكل أكبر. فالتقييم هيجي في صالح الشاهين 5 واللادا 4 من 10. المتانة ونظام التعليق، سواء لادا أو شاهين فالاتنين بيتميزوا بالمتانة، وده اللي بيظهر بشكل واضح في متانة الصاج والهيكل الخارجي. لكن برضو مع الوقت الاتنين معرضين للبرومة والتآكل. أما نظام التعليق فالاتنين بيمتلكوا عفشة قوية وتتحمل معاك، لكن هتحتاج كل فترة تشيك عليها وتصينها. تجربة قيادة الشاهين ممكن تكون أريح إلى حد ما من اللادا، وده في الطرق والشوارع الضيقة. أما بقى بالنسبة للطرق السريعة فبتتميز اللادا، خاصة وإن اتزان الشاهين ضعيف جدا وسيء، وده عيب من عيوبها. وبالنسبة بقى لسهولة القيادة، في بعض موديلات الشاهين والقريبة في المواصفات من الدوجن بتنزل مع الباور أو هاف باور، هتلاقيها أسهل إلى حد ما من اللادا 2107. وأنا هنا بكلمك في الطرق والشوارع الضيقة، بالإضافة إلى إن الشاهين عفشتها بتمتص النار المطبات وبتتعامل مع عيوب الطريق بشكل أفضل من اللادا، وده نتيجة لارتفاع العربية عن الأرض ومرونة العفشة. فمن رأيي التقييم، وبرغم تفوق الشاهين في التعامل مع عيوب الطريق وسهولة القيادة، إلا إن اللادا 2107 بتتفوق بأهم ميزة، وهي الاتزان على الطرق السريعة بشكل أكبر بكتير من الشاهين. وبرضه في موديلات منها بتنزل بباور، فالتقييم هيجي في صالحها 6 من 10 والشاهين 5. الاعتمادية، الاتنين وبسبب موديلاتهم القديمة فأعطالهم للأسف متكررة، وفي حالة إهمالك للأعطال سواء ميكانيكا أو كهرباء الأعطال هتزيد وهتسبب مشاكل تانية مع الوقت. لكن في كل الأحوال هم أفضل في الاعتمادية من عربيات كتير من نفس الفئة السعرية. ولو هتكلمنا عن الأفضل فيهم بالنسبة للاعتمادية، فمن رأيي ده هيتوقف على الموديل وسنة الإصدار لكل عربية عن التانية. يعني كل ما كان إصدار العربية أحدث كل ما كانت اعتمادية بشكل أكبر، وده بينطبق على اللادا وعلى الشاهين. فمن رأيي وبرغم تقارب الإمكانيات في الميكانيكا ما بينهم، إلا أن التفوق هيبقى نسبي في صالح الشاهين ب7 من 10، أما اللادا 6. التسارع والسرعة القصوى، بتتسارع الشاهين من 0 ل 100 بمعدل من 12 ل 14 ثانية، مع سرعة قصوى بتوصل ل 160 كيلو في الساعة. أما اللادا بتتسارع من 15 ل 17 ثانية تقريبا، وسرعة قصوى 150 كيلو في الساعة. والاتنين تسارعهم وسرعتهم القصوى يعتبروا عيب فيهم، لأنك هتلاقي السحب بطيء وهيقرفك في الطلعة لحد ما كل عربية تاخد سرعتها، خاصة مع اللادا اللي تسارعها بيوصل ل 17 ثانية، ودي حاجة صعبة قوي رخمة، وهيخلي العربية تحرق مع كل غيار عشان تاخد السرعة المناسبة. وطبعا كده
واضح ان التقييم هيبقى في صالح الشاهين 4/10، اما اللادا 3/10. التجهيزات ووسائل الامان. الشاهين واللادا تجهيزاتهم متواضعه جدا، ونفس النظام في وسائل الامان، وبتختلف على حسب الموديل والفئه، وفي الغالب بتتمثل في سنتر لوك وتكييف ضعيف او مش شغال، وممكن مع ازاز كهرباء وباور في بعض الموديلات، خاصه الموديلات الاحدث، ده مع امكانيه التحكم في وضعيه الكراسي. اما بقى وسائل الامان فبتتمثل في متانه الصاج، وتقريبا شبه منعدمه مع الاثنين باستثناء احزمه الامان فقط. فالتقييم من رايي هيبقى زي الزفت وبالتساوي 4/10. قطع الغيار. الاثنين قطع غيارهم متوفره بشكل كبير، لكن الشاهين بتتفوق على اللادا من حيث التوافر ونفس نظام السعر، فالشاهين قطع غيارها ارخص، وبكده الشاهين 8 واللادا 7/10. الصيانة بتمثل ميزة مع الاتنين، وده لأن أغلب الصناعية يقدروا يشتغلوا في العربية، وده بيرجع لسهولة أجزائهم الميكانيكية، ده غير إنهم بيقبلوا قطع غيار بديلة. وبالنسبة لتكلفة الصيانة فتعتبر مش مكلفة تماما بالمقارنة بأسعار تانية غريبة بنسمعها في الوقت ده، وبالتساوي كده التقييم 7/10. سعرهم يعتبر في المتناول، ده بالمقارنه بالاسعار المبالغ فيها اللي بنسمعها الايام دي، فسواء لادا او شاهين فدول ارخص سيارات في السوق في الوقت ده، وطبعا في ارخص منهم، لكن زي ما تقول كده دول الاشهر. لكن من رايي ان باسعارهم تقدر تجيب عربيات تانية افضل بكتير، سواء في الاعتماديه او التصميم، زي كيا سيفيا الجيل الاول او الاكسل وغيرهم. لكن خلينا في التقييم واللي هو 7/10. إعادة بيع الاتنين ميزة كبيرة فيهم نتيجة لشعبيتهم وانتشارهم، وإعادة بيعهم بتتوقف على السعر المعروض وحالة العربية، لكن بشكل عام الشاهين بتتميز إلى حد ما عن اللادا بسبب انتشارها الأكبر، والتقييم هيجي في صالحها 8/10 واللادا 6. بعد المقارنة والكلام في تفصيل كل عربية عن التانية، تختار لادا 2107 ولا الشاهين؟ والله أنا من رأيي ولا دي ولا دي، لأنهم في وقتنا ده يعتبروا موديلات قديمة ومش قيمة مقابل سعر تماما، وده اللي ذكرته لك قبل كده إن في عربيات بنفس الفئة السعرية تقدر تتعامل فيها بعيد عن الشاهين أو لادا 2107. ده كان فيديو أيهما أفضل، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.